قلبك أبيض. جملة تعودنا نقولها لبعض في أي خلاف أو مشكلة تحصل ما بينا، يمكن عشان نفكر بعض بأن الأصل فينا هو الخير والطيبة. كلمة بسيطة ومتعودين نقولها باستمرار، بس معناها كبير. طيب إزاي نقدر نحافظ على القلب الأبيض ده والبراءة اللي جوانا، مع إن إحنا بشر مش ملايكة، ومفيش حد فينا ما عندوش حتة مضلمة جوا قلبه، ممكن يكون جواها حقد أو حسد أو كره. لكن المهم إنك تكون قادر تروض الجزء المضلم ده وتهذبه وتعالجه مع الوقت، بالصبر وبمجاهدة النفس، وإنك تتصالح مع نفسك ومع الأقدار. ساعتها نفسك هترتاح وقلبك هيهدى. اتعلم إنك تشغل نفسك بنفسك، اوعى تقارنها بالناس اللي حواليك، لأن المقارنة هتدخلك في دوامة مش هتقدر تطلع منها بسهولة. لأنك ببساطة مهما نجحت هيكون دايما في شخص أنجح منك وأغنى، مهما امتلكت هيكون في شخص بيمتلك أكتر منك، وساعتها هتفضل تجري ورا سراب. السراب ده هيخليك مش قادر تستطعم النجاح، لأنه بالنسبة لك مش كفاية. هتفضل في سباق ملوش نهاية، هتفقد أحلى حاجة في الدنيا، وهي الرضا وراحة البال والامتنان للرزق اللي في إيدك والاستمتاع بيه. أوقات بيبقى عندنا النعمة بس مش مدركين إنها موجودة ولا قادرين نستمتع بيها، لأننا مش شايفينها، مش مستكفين بيها. كل ما تبعد عن المقارنة وتبدأ تركز على نفسك وعلى حياتك، قلبك هيهدى وروحك هترتاح، والحتة المظلمة اللي جوه قلبك تبدأ تنور. هتحب الخير لغيرك لأنك مقتنع إن كل واحد فينا رحلته مختلفة عن التاني، كل واحد عنده حكايته اللي فيها الحلو والوحش. لما توصل قلبك بربك هتنسى الناس، وهتعرف إن خير ربنا كتير، يكفيك ويكفي الناس كلها ويفيض. هتفهم إن النعمة اللي عند غيرك عمرها ما هتمنع عنك الخير. نظف قلبك من أي مشاعر وحشة تعباه. المشاعر دي هي اللي ممكن تخليه أسود من جوه وتخليه يكره الخير لغيره. اوعى تسيب نفسك للمشاعر دي وللضلمة اللي جوه قلبك، لأنها هتاكل روحك، هتخليك غريب عن نفسك من غير ما تحس. هتلاقي إنك بقيت واحد تاني ما تعرفوش، واحد بيتحرق من جواه بنار الحقد والغل والكره والحسد. والنار دي صدقني ما بتحرقش إلا صاحبها. طيب ليه تعيش بكل الوجع والكره ده؟ فاكر إن نعمة غيرك هي اللي منع عنك الخير؟ أحب أقولك إنك غلطان، غلطان قوي. عمرك ما هتعيش حياة حلوة بجد إلا لما تتمنى الخير لغيرك وتنور الضلمة اللي جوه قلبك. هقولك على طريقة تساعدك تطلع كل المشاعر اللي جواك أول بأول، تنقي قلبك من أي بذرة شر جواه، عشان ما تلاقيش مكان جوه قلبك تفضل تكبر فيه لحد ما تسيطر
بيبقى الشر هو اللي مسيطر على قلبك مش الخير. هات ورقة وقلم، وكل ما تحس ان انت متضايق او جواك مشاعر متلخبطة اكتب، طلع كل المشاعر دي على الورق عشان تقدر تحدد ايه هي المشاعر اللي مسيطرة عليك ومضايقاك، ايه السبب فيها. ابدأ ركز في أفعالك وفي تصرفاتك. هل مشاعرك دي بدأت تتحول لأفعال وتصرفات مش شبهك، تصرفات كلها شر؟ هل بدأ الموضوع يخرج عن سيطرتك ولا لسه الخير هو اللي غالب؟ خلي بالك من قلبك، لأن هو ده مفتاحك للجنة. لأن ربنا بيقول في القرآن: إلا من أتى الله بقلب سليم. تخيل إن سلامة قلبك دي هي اللي هتعيشك الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. ربنا بيطلع على القلوب، وصاحب القلب الأبيض دايما كسبان، كسبان محبة اللي خلقه، وكسبان سلامة قلبه وسكينة روحه، وكمان هيكسب الجايزة الكبيرة، الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. اسعى واجتهد وارضى باللي ربنا كتبه مادام عملت كل اللي تقدر عليه. اللي مقسوم ليك عمره ما هيروح لغيرك، رزقك هو اللي هيجري وراك. حب الخير لغيرك، ربنا يبعت لك زيه وأكتر. رسولنا الحبيب قال لنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. خليك فاكر دايما، عشان تعيش مرتاح البال خلي قلبك أبيض وسيبها على الله، وصدقني كده أكيد أحلى.